النهارده جاي اتكلم معاك في شويه حاجات تخص مستقبلك كجرافيك ديزاينر، فعايزك تركز معايا في الحلقه دي قوي. ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. طيب انا في الحلقه دي جاي ادردش معاكم شويه كده بخصوص الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، سواء بقى كنا في مصر او عالميا عامه. يعني عارفين طبعا الازمات اللي العالم بيمر بيها في الناحيه الاقتصاديه، وفكره ان الشركات بدات تصفي موظفين بشكل كبير. فكنت عايز بس انصحكم شويه نصائح، بما انكم يعني حبايبي وانا بحب ادردش معاكم كده من وقت للتاني. ايه النصايح اللي انا بنصحكم بيها دلوقتي؟ انت لو شغال جرافيك ديزاينر ومعاك عميل، والعميل ده متعاقد معاك بشكل مثلا شهري او كده، ماسك له صفحه بتعمل له التصميمات بتاعتها، هتيجي في فترات زي دي كده وتلاقي العميل بدأ يتوقف. طيب هو بدأ يتوقف مع ان انت شغلك حلو وديزاينر جامد ومبدع والعميل مفيش مشاكل ما بينك وبينه، بس هو قرر برضو ان هو في الفترة دي يبدأ يتوقف ويوقف شغل الديزاين. طيب بيبقى ايه السبب هنا؟ او في الحالات اللي هي الاقتصادية او في الازمات الاقتصادية، الازمة هنا بتبقى ان هو بيبدأ يبص لاولوياته. يعني انت عامل له دلوقتي ديزاين حلو، هو منزله على الصفحة، الناس قالوا له حلو وجميل وكل حاجة، بس ما اداش لبيع مباشر ليه او لدخول دخل ليه. فهو كده كده في الفترة دي بيحاول يقلل مصاريفه على قد ما يقدر، فدايما بيركز على الحاجات الاهم بالنسبة له. فالتصميم اي نعم احنا عارفين ان هو مهم واساسي، بس الفكرة ان التصميم معمول كوسيلة وفي غاية اساسية. ايه الغاية الاساسية؟ اللي هي البيع. يعني انت كديزاينر لازم تكون حتى وانت بتعمل تصميمات في الفترة دي اعملها بنية البيع، وحاول تساعد العميل في فكرة البيع. يعني حاول ان انت تبدأ تعرض عليه افكار كمان عشان يحس ان انت بتخدم مصلحته، لان الفترات اللي هي بتبقى الحالات الاقتصادية فيها صعبة بتبقى الناس على الاخر، يعني بتحاول تعمل الحاجات اللي هي بس لازم تعملها. يعني لو هيعمل 10 تصميمات، لا احنا ممكن نعمل تصميمين، ممكن نعمل 3، فبيحاول يقلل عشان الميزانية بتاعته. طيب الكلام ده ياخدنا لفين ويخلينا افكر في ايه كجرافيك ديزاينر؟ الكلام ده يخلينا افكر ان كجرافيك ديزاينر لازم ولا بد ان انا اكون فاهم تسويق، حتى لو افهم التسويق بشكل عام عشان الكلام ده يظهر في تصميماتي وتبقى تصميماتي محببة للعميل، ما يبقاش حاسس ان هي شكلها حلو بس يا فرحتي ما بتعمليش حاجه، مش بستفيد، مش حد بيشتري مني حاجه. انا فاهم ان انت كديزاينر عملت اللي عليك وعامل الديزاين شكله حلو وكل حاجه، بس الغايه بتاعته انت لازم تبقى بتفكر في غايه من التصميم بتاعك. الغايه لازم تكون عندك البيع، ولازم تكون انت فاهم تسويق عشان تقدر تخلي الديزاينز اللي انت بتعملها مثلا لو هي مثلا على الفيسبوك يكون عليها ريتش عالي، او يكون الاورجانيك بتاعها عالي، لان انت بتستهدف فيها البيع. وانا جاي النهارده عشان اديك فكره كده عن التسويق، عشان تبقى فاهم ايه التسويق ده وايه بالظبط ايه اللي انت محتاج تتعلمه الفتره الجايه. بص يا سيدي، اول حاجه لازم تبقى فاهم ان التسويق عندنا مقسوم حاجتين: تسويق مجاني اللي هو الاورجانيك، تمام، وعندنا التسويق المدفوع اللي هو البيد او اللي هو الحملات الاعلانيه. طيب انا عايز اعرف انا المفروض اتعلم ايه عشان اعرف اعمل تسويق اورجانيك، والمفروض اتعلم ايه عشان اقدر اعمل حملات اعلانيه او تسويق مدفوع. خلينا الاول في الاورجانيك لان ده دايما الناس بتبقى مركزه عليه. اكيد انت كجرافيك ديزاينر الفتره دي، وانا شخصيا وكل الناس اللي شغاله في السوق، شايفين ان الفيديوز بقت بتعمل حاجه اسمها اورجانيك ريتش عالي، يعني بقت بتقدر تنتشر بقوه اكتر من الصور بكتير. فالعالم دلوقتي من بعد ظهور بقى التيك توك والكلام ده بدأ يتجه قوي للفيديوز. فانت لازم كجرافيك ديزاينر حتى لو كنت شغال 2 دي تصميمات سوشيال ميديا او الكلام ده، لازم يكون عندك فكرة عن الفيديو اديتنج حتى لو مش بشكل قوي، لان ده هيساعدك كتير في شغلك وهيبقى فاليو او قيمه زياده ليك لو انت شغال مثلا مع عميل او كده وتقدر تعمل له فيديو او تقدر تعمل له اديت على فيديو معين بشكل بسيط او مجرد تقطيع وتركيب وميوزك والكلام ده. فده هيبقى حاجه حلوه جدا ومفيده جدا، وهيعلي عندك الاورجانيك ريتش قوي لو انت بتسوق لنفسك او بتسوق للعملاء.
واعتقد ان احنا كلنا الفتره دي محتاجين نكون عندنا فكره فعلا عن الفيديو اديتنج، لان هي تعتبر دلوقتي من اقوى المجالات الموجوده في السوق. الفيديو اديتنج بالخصوص، يعني انا ممكن اميل للفيديو اديتنج عن الموشن جرافيك او ال 3 دي. لا، الفيديو اديتنج هو دلوقتي المطلوب بشده عشان نقدر نروج، عشان هو واقعي وبيبقى فيه رياليتي عالي، فبيقدر يوصلك ان الحاله دي حقيقيه، فالناس بتشتري. يعني الناس تميل قوي ان هي تشتري عن طريق ان هي تشوف فيديو حقيقي عن انها تشوف مثلا موشن جرافيك او تشوف صوره او الكلام ده. فحته الفيديو دي مهمه جدا 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 لو انت جرافيك ديزاينر، ان انت تحطها في البلان بتاعتك. يعني لو انت مش قوي في ال2 دي، شد على نفسك بسرعه في ال2 دي وخش على طول في الفيديو اديتنج، لانه بجد انت محتاجه بشده الفتره الجايه دي. تاني حاجه، عايزك تهتم بشكل كبير بالمحتوى. دلوقتي من اكتر طرق التسويق ومن اقواها التسويق بالمحتوى، ان انت يبقى عندك محتوى قوي او حاجه بتتكلم عنها، دي هي اللي عامله لك ريتش عالي او مخليه العملاء تتفرج عليك حتى لو انت مش بتبيع بشكل مباشر. يعني حته ان انت تتعلم ازاي تعمل محتوى، الحته دي مهمه جدا جدا ليك كجرافيك ديزاينر، لان هي فعلا دلوقتي من اكتر الطرق واقوى الطرق اللي تقدر تسوق بيها بشكل غير مدفوع، سواء كنت جرافيك ديزاينر او غير جرافيك ديزاينر او عندك بيزنس او ايا كان. فانت لازم الفتره الجايه تتعلم ازاي تعمل محتوى او كونتنت حلو للشغل بتاعك، لان دي جزئيه مهمه جدا. ما تقولش انا جرافيك ديزاينر وماليش غير في الموضوع ده، لا، السوق الفتره دي محتاج انك تكون متعدد المهارات. ده هيفرق معاك بشكل كبير، وخصوصا كمان الفتره الجايه بشكل اكبر. فانت حر، تخصص زي ما احنا اتفقنا قبل كده، بس مفيش مشكله ان انت تضيف لنفسك قيمه زياده عشان تكون اقوى ما بين المنافسين. يبقى احنا اتكلمنا على حاجتين عشان نعرف نسوق اورجانيك. نركز على الفيديوز، ان احنا نعرف نعمل فيديو اديتنج او نتعلمه لو احنا مش عارفين عنه حاجه، ونركز على المحتوى والكونتنت. الاثنين دول مهمين جدا، لان احنا اساسا كمصممين احنا المفروض اساس التسويق. يعني عشان تبقوا انتوا فاهمين، يعني انت كجرافيك ديزاينر التسويق ده المفروض يبقى لعبتك. انا بعرفك الحته دي ميزتك وده ملعبنا، احنا اللي بنعرف نعرض صور للعميل ونعرض فيديوهات ونعرض اي حاجه بشكل كويس. فلو احنا عندنا المميزات التسويقيه دي، هيبقى مفيش منافس لينا حتى في المجال التسويقي. عشان تبقى انتوا فاهمين النقطه دي، لانها نقطه مهمه جدا وهتميزك بقوه جدا. اخر حاجه بقى معانا هنتكلم عليها اللي هو الجزء الثاني، التسويق المدفوع او الحملات الاعلانيه. طبعا الحملات الاعلانيه دي هي فكرتها كلها عباره عن ان انا بقدر استهدف العملاء بتوعي. يعني لو انا مثلا شغال جرافيك ديزاينر وعايز اسوق شغلي، بستهدف الناس اللي هي بتبحث عن حد يعمل لها ديزاينز. فبقدر بقى عن طريق الاهتمامات وعن طريق العمر وعن طريق حاجات كتير ان انا استهدف المجموعه دي واوصل لها اعلاناتي بقى او العروض الخاصه بيا. سواء كنت مثلا عايز اعمل مثلا اوفر معين للشغل بتاعي، عايز اعمل باقات للشغل بتاعي، فده طبعا مهم جدا ليك كجرافيك ديزاينر بعيدا عن اي عملاء انت تشتغل معاهم. فحته التسويق المدفوع او الديجيتال ماركتنج دي مهمه جدا 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 جدا. فحاول الفتره الجايه ان انت لا اما تشوف كورسات خاصه بالديجيتال ماركتنج تبدا تنزلها بشكل فعلي، مش هتخليك جامد عشان بس تبقى انت فاهم. يعني انت بتروح تاخد كورس ديجيتال ماركتنج مش هتطلع منه قوي، يعني ده حاجه انا عارف ان هي مش موجوده، فبس هيخليك فاهم، يعني هيخليك عندك فكره. التسويق الالكتروني بيجي برضه بالممارسه، يعني بتبدا تتست كده، والموضوع كله عباره عن ممارسه، ومع الوقت مش هتبقى محترف غير مع الوقت ومع الخبره برضه اللي هتبدا تيجي لك وانت بتغلط وبتصحح والكلام ده. واصلا بالنسبه للتسويق الالكتروني او الحملات الاعلانيه هي بتتطور بشكل سريع جدا فوق ما تتخيل. يعني فعمال ما انت اتعلمت حاجه هتلاقي حاجه جديده اتغيرت. فانت حاول ان انت بس تتعلم اساسيات التسويق، مش التسويق الالكتروني، اساسيات التسويق، ان انت تبقى فاهم يعني ايه تسويق في العموم، عن طريق اليوتيوب او عن طريق كورسات مش هتفرق معايا خالص، تعلمها بالطريقه اللي انت عايزها. وبعد كده حاول تبدا تشوف مثلا ازاي تبدا تعمل حملات اعلانيه بالخصوص على الفيسبوك والانستجرام، الحاجات المبدئيه دي. وبعدين في جوجل ادز، في كذا اتجاه انت تقدر تتحرك فيه. بس ابدا خد فكره. يعني انا مش عايزك تتعمق دلوقتي، بس ابدا خد فكره، لان ده بجد من مصلحتك. وانا بعمل الحلقه دي عشان اخاف على مصلحتك، ومش عايز الدنيا تضيع منك وانت مش فاهم هي بتضيع منك ليه. فاتعلم الحاجات دي هتفرق معاك بشكل قوي جدا، هتساعدك جدا حتى لو انت فريلانسر ان انت تعرف تسوق لنفسك بجانب مواقع الفريلانس.
تمام. فهتقدر تعمل حملات اعلانيه وتقدر تعمل صفحه لنفسك، هتعرف تعمل فيديوهات تتكلم فيها، فحاجات كتير تقدر تعملها. لان دلوقتي زي ما انتم عارفين الشركات العالميه بتصفي، يعني شركات كبيره جدا بتستغنى عن الموظفين بتوعها. فتخيلوا بقى احنا يعني ايه، شوفوا البلاد العربيه والكلام ده، فهتلاقي الوضع صعب. فيا ريت الكلام ده يفيدكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. وان شاء الله باذن الله احاول برضو معاكم الفتره الجايه لو انتم مهتمين، يعني ابدا اعمل لكم كده حلقات بسيطه عن الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني، تقدر تساعدكم برضو ان انتم تقدروا تتحركوا او تسوقوا لنفسكم او تسوقوا للعملاء بتوعكم ان شاء الله باذن الله في المستقبل. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، محدش ينسى يا جماعه الموضوع ده عشان تشوفوا الحلقات الجايه، لان الحلقات الجايه مهمه جدا. ولو في اي حد عنده اي سؤال يسيبه لي تحت في الكومنتات، وتقدروا برضو تشتركوا معانا في جروب الصناعيه للجرافيك ديزاين والتسويق الالكتروني، برضو هكون سايب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.